أهم أخبار النهاردة 21/12/2025. أخبار الأهلي والزمالك وبعض الأخبار الأخرى. طبعا قبل أي حاجة يا صديقي ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتضغط لايك ومتابعة. اللايك والمتابعة مش هيكلفوك حاجة ولكن هيفيدوني جدا، فما تبخلش عليا بالاتنين. بالنسبة لأخبار النهاردة تابع معايا. حسب مصدر صحيفة ريكورد البرتغالية، أحمد نبيل كوكا على رادار نادي الفيركا البرتغالي والأهلي يرفض العرض الأول وإدارة النادي البرتغالي تدرس تقديم عرض جديد. حسب مصدر اليوم السابع، تورو بيرحب برحيل كوكا إلى الدوري البرتغالي ويترقب حسم صفقة بالعمري. ووفقا لتقارير موقع بصراحة، الأهلي يتم اتفاقه مع نادي الفيركا البرتغالي على بيع كوكا بمقابل مادي $200,000. موقع بصراحة، مفاوضات قوية بين الأهلي وممثلي أشرف داري لتسويقه. الأهلي يبحث إعارته للدوري القطري حتى نهاية الموسم قبل إعلان عن صفقة يوسف بالعمري. موقع بصراحة، الأهلي أبلغ جراديشار ووكيله بالبحث عن عروض للرحيل في يناير. إدارة الكرة تسعى لتسويقه قبل الإعلان عن البديل. تقارير الأردني علي عنوان يعود لحسابات الأهلي من جديد بعد ما تم استبعاده في وقت سابق. وفقا للإعلامي سيف زاهر اليوديانج على رادار بيراميدز والنادي داخل الصفقة بقوة لو اللاعب مجددش مع الأهلي. تقارير الزمالك يرحب ببيع أحمد حمدي في يناير حال وجود عرض مناسب. الزمالك يتلقى ترشيحات للتعاقد مع غنام محمد لاعب وسط مودرن سبورت. الجهاز الفني للزمالك يستقر على استمرار أنس وائل مع الفريق الأول بعد انتهاء كأس الرابطة مع منحه فرصة حقيقية خلال الفترة المقبلة. مصدر بالزمالك لليوم السابع، بيع اللاعبين أحد حلول للتجاوز من الأزمة المادية. تقارير محمد الشناوي هو الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر في أفريقيا، ومصطفى شوبير في الترتيب الثاني حال تعرض الشناوي للإصابة أو الإيقاف. بس كده صديقي، ده ملخص أخبار النهاردة. لو شايف إن أنت استفدت من الفيديو ما تنساش تضغط لايك ومتابعة للفيديو، فضلا وليس أمرا اضغط لايك ومتابعة. طبعا أخبار النهاردة والأحداث اللي أنا جايبها لك بالماضي. بس كده، قبل ما الفيديو ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلام.